بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الأهلي والترجي. قبل أي حاجة طبعا كل سنة وانتم طيبين عشان عيد الفطر. أه الأهلي بيعكنن على جماهيره في العيد. الأهلي بيقدم مستوى سيء جدا جدا جدا، في تراخي وفي تخاذل وفي عدم مسؤولية وفي غرور. يعني مش ثقة زيادة، لا، في غرور في اللعيب مع في اللعيبة، خاصة الشوط التاني. الشوط الاول هو شوط لعيبه. الشوط التاني المفروض ان ده شوط المدرب، يعني شوط ترب. ولكن للاسف مدرب الترجي التونسي تفوق على ترب في جميع اوقات المباراه، حتى والاهلي كان متقدم عليه 1-0 في الشوط الاول. بحس ان باتريس بومل كان مقسم الماتش، يعني عامل له سيناريو. انا في الشوط الاول هدافع، هلعب على المرتدات. الشوط التاني احاول ان انا هاجم بس ما بقاش فاتح خطوطي. عارف هيهاجم امتى ويدافع امتى ويلعب على المرتدات امتى ويلعب على الكور الثابته امتى. عكس طرب واقف يتفرج على الماتش، يعني زيه زينا بالظبط. خلينا ادخل على التقييمات بسرعة كده. مصطفى شوبير 2/10. محمد هاني 1/10. ياسر ابراهيم 1/10. هادي رياض 0، سيء. بالعمري 1/10. الماتش اللي فات والماتش ده موظف ما بيعملش اي حاجة. مروان عطية 2/10. اليو ديانج 3/10. امام عاشور 0. الماتش ده برضو والماتش اللي فات مش باين، ملوش تأثير ملوش فعالية. زيزو 1/10، يبطل حنكشة. تريزيجيه يعني بالنسبة لي كان هو رجل الشوط الأول. 8/10. بن شرقي 0، برضو تايه وملوش أي فاعلية هجومية وأداؤه كان دون المستوى. مروان عثمان 3/10 عشان الكرة يعني تدخل فيها وجه منها الهدف وما اتحسبتش وما اتحسبلوش. حسين الشحات 2/10. كاموش يعني لا تعليق. ترب لازم يمشي بجد خلاص. كان في كلام طالع الفترة اللي فاتت ان لو الاهلي ما تأهلش ان ترب ممكن يرحل، ولو اني اشك ان ادارة الاهلي هتنفذ الكلام ده وهيفضل مستمر لنهاية الموسم عادي جدا، عشان الشروط التعاقدية بتاعته ان هو لو رحل في وسط الموسم هيدفع له كذا، ولو مع نهاية الموسم تقريبا هياخد بس 3 شهور، حاجة زي كده. فأنا أشك إن إدارة الأهلي تمشيه. فإحنا هنفضل مكملين كده لحد الموسم الجديد إن شاء الله. يعني حاجة بقى بجد مش قادر أقول لكم. السلام عليكم.